عرفت الهوى مذ عرفت هواك، عرفت الهوى مذ عرفت هواك. الغناء الصوفي هو فن يجمع بين الموسيقى الروحية التعبدية والشعر المستوحاة من أعمال شعراء الصوفية المسلمين أمثال جلال الدين الرومي وحافظ الشيرازي وغيرهم من المبدعين. تعتبر تركيا من أكثر الدول التي اهتمت بهذا اللون الغنائي إبان الدولة العثمانية. تتجسد أشكال الموسيقى الصوفية في حلقات من الذكر يجتمع فيها المنشدين في حالة روحية فريدة بعيدا عن صخب الحياة اليومي. في عام 1207 أسس الأفغاني جلال الدين الرومي أحد أبرز شعراء الصوفية جماعة تسمى المولوية، التي اشتهرت بما يعرف بالرقص الدائري لمدة ساعات طويلة، حيث يدور الراقصون حول مركز الدائرة التي يقف فيها الشيخ، ويندمجون في مشاعر روحية سامية ترتقي بنفوسهم إلى مرتبة من الصفاء الروحي يستخلصون منها المشاعر السامية. الغناء الصوفي بالنسبة لي أنا هو التحدث بالشعر والموسيقى عن لغة القلب في البحث عن الذات في خضم الروحانيات والإيمانيات، وإزاي ده بيأثر على حياة الإنسان ومشاعره. وده الموسيقى بتعبر عن ده من خلال الأشعار، في بعضها أشعار قديمة وفي بعضها حاجات حديثة. بس لما الإنسان يبتدي يدخل في سكة الحب الإلهي يبتدي يدور أكتر على المشاعر الإيمانية. المشاعر دي هي اللي بتخلي الواحد حاسس إنه طاير، مش إن هو إنسان عادي، يعني يحس إن هو في حالة روحانية، إن هو طاير فوق كده. في الأساس كنت بغني لأم كلثوم في الجامعة أكتر من أي حد تاني. بعد كده بدأت أنا أدخل أكتر في سكة إن أنا أحب أتكلم عن مشاعر إيمانية بعد ما أنا بدأت أدور على الإيمان في قلبي أنا. فبدأت أقرأ أكتر القرآن وأقرأ الأحاديث، ووقع تحت إيدي كتاب لجلال الدين الرومي اسمه Discourses of Rumi، هو بالإنجليش باللغة الإنجليزية. فعجبني جدا طريقة الوصف لحالة التجلي والشفافية أو الطيران ده، اللي هو الواحد بيحس إن هو طاير في سماء الإيمان وفي سماء الروحانيات. الكتاب ده أثر فيا تأثير كبير جدا. فبدأت أغني الأغاني لأم كلثوم اللي أنا كنت بغنيها في فريق الجامعة، بس بدل ما بغنيها للحبيب أو الزوج أو كده بقيت أغنيها لربنا. قعدت أكمل في السكة دي لفترة. بعد كده حسيت إن برضو أنا مش أنا، يعني لسه عايزة أغني الأغاني بس أخليها واضح إنها لربنا، لعل إن أنا كلامي ده يفيد حد أو ينور الطريق لحد بيدور على الصدق والنور جوه قلبه. فبدأت أدور على قصائد شعرية، أروح المكتبات ومعرض الكتاب وأشتري دواوين شعر وأبحث فيها، لغاية لما وقع تحت إيدي ديوان محدد اسمه في حمى الرحمن للشاعر مهندس خالد أبو العينين الله يرحمه. فالشعر بتاع الديوان ده وصل لقلبي بطريقة مباشرة، وكان مريح جدا ليا ان انا اقراه. فحسيت قلت لا، هو الديوان ده اللي انا عايزه ابتدي فيه. بدات اقرا القصائد تبقى مثلا 25 بيت، اختصر منها اخد مثلا 19 ابيات، ثم بدات انا الحنهم انا. وبعد كده انا كنت دخلت الجامعه بدرس الفريق في الموسيقى، في البكالوريوس الموسيقى. اتعرفت على احد المدرسين وطلبت منه يساعدني ان انا اخلي الاغاني بتاعتي دي تتسجل في استوديو الموسيقى، ومن هنا جه الالبوم الاول. فمعظمه الحاني انا، وفي اغنيتين من الحان الموزع او الملحن اللي كنت بيدرس لي في الجامعه عندنا. لا إله إلا الله قول المؤمن في مولاه، لا إله إلا الله
التكية المولوية بالقاهرة أول مسرح بمصر والشرق الأوسط، ربما بالعالم أجمع. ترجع عروض فرقة الدراويش المولوية إلى العصر العثماني ابتداء من القرن السادس عشر الميلادي العاشر الهجري، وترجع المباني الأثرية إلى داخل مبنى التكية إلى عام 1315. كان معظم المنشدون المولويون في مصر ينشدون الموشحات الدينية في حدود مقامات الرست، البيات والصبا، دون مصاحبة الآلات الموسيقية، وكان البعض الآخر يؤدون الموشحات بمصاحبة بعض الآلات الموسيقية منها الناي والكمان. نعيم وفراق من أهوى علي عظيم يا زارع الريح. في ناس ممكن تفهم الغناء الصوفي على انه مديح فقط للرسول عليه الصلاة والسلام. انا واخدة سكة غير دي. انا بغني اكتر لربنا نفسه، ان انا ادعي، اثني عليه، اناجيه، اوصف لعلاقتي بيه، اعبر عن مشاعري في الايمان، واعبر عن العلاقه الايمانيه اللي بتقوى وبتزيد، والسمو الروحاني للنفس. كل ده بيأثر على اختياراتي في الكلمات اللي انا بغنيها. اتأثرت جدا بالاغاني الصوفيه بتاعت فيلم ربع العدويه لأم كلثوم، وكان في اغاني تانية برضو في لمحمد فوزي زي قف بالخشوع، من اشهر الاغاني هي واغنيه سبحانك يا ربي. وفي اغنيه ام كلثوم القلب يعشق كل جميل، وفي الثلاثيه المقدسه، في حديث الروح. كلها اغاني جميله وليها طابع صوفي، وفي مناجاه، وفيها نوع من انواع التفلسف شويه. بس انا عجبوني جدا، قعدت اغني الاغاني دي واسمعها كتير، فاتأثرت بيهم في الاساس، وكنت بغنيهم في الاول. ودلوقتي لحد دلوقتي انا بطعم البروجرامات الغنائيه او الحفلات بتاعتي بان انا اغني حاجات ليا، وممكن استعين باغاني من الافلام دي او اغاني من رواد الموسيقى العربيه اللي كانوا بيتجهوا احيانا للغناء الصوفي في اغانيهم. غنيت للرواد، ثم بدات احاول اطور ان هو يمشي مع الريتم الحديث للاغنيه الحديثه. يعني الرواد كانوا معظم حاجتهم هي عباره عن وتريات فيها كمانجا وتشيلو وقانون، وفي بعضهم كان بيستعمل آلات غربية. أنا بدأت أستعمل الآلات الغربية برتم حديث، بستعمل الجيتار، بستعمل البيانو، بستعمل أرتام سريعة، وبتتسجل بطريقة حديثة في الاستوديو، بطريقة فيها شبابي شوية. يعني عندي أغنية أنا عايزة سلام مثلا، أغنية شبابية كده فيها درامز وفيها جيتار كهربائي. فأنا عشان أوصل للناس حاولت إن أنا أوصل من خلال الموسيقى المعاصرة. يا ربي إني أستجير بجاهكم، لا تحرموا عبدا يعيش بوصلكم. يا ربي إني أستجير بجاهكم، لا تحرموا عبدا يعيش بوصلكم. فلقد زهدت من الحياة مباهجا، لأفوز في تلك الحياة بحبكم. فلقد زهدت من الحياة مباهجا، لأفوز في تلك الحياة بحبكم. أنا واقف بالباب ألتمس الرضا، فلتفتحوا باب العطاء بفضلكم. لو كان ذنبي إنني عبد هفا،
كان ذنبي أنني عبد هفا عاش الهوان لمن أحب بعزكم، أو كان ضعفي قد أصاب خطيئة، لا لن يضيع العاشقون بصفحكم. في الأغاني بتاعتي بحاول أعبر عن مشاعر معينة أنا شعرت بيها لما بدأت أتوجه إلى الله أكتر بالدعاء وبالعبادة وبالتقرب إليه، من خلال إن أنا كنت باخد العود بتاعي وأروح دور المسنين ودور الأيتام. كل الأعمال الخيرية وقراءة القرآن المستمرة، كل ده ولد جوايا نوع من الصفاء النفسي ومن السمو الروحاني اللي خلاني أحس إن أنا في عالم غير العالم، يعني عالم فيه أنوار قلبية جميلة، فيه بركة، فيه صفاء، فيه حب لربنا وفيه حب للخير، وأفهم يعني إيه أنواع الخير وإزاي ده بيخلي الحياة أجمل بكتير ويخلي الواحد مقبل عليها أكتر. أنا الحمد لله حجيت، ولما شفت الكعبة حسيت إنها بتبرق، ولما بروح الملاجئ ودور المسنين بحس ان صوتي فيه بركه وان قلبي مرفرف، واقعد سعيده جدا بالمشاعر دي. كل المشاعر دي هي اللي خلتني ابتدي ادخل في السكه دي بعمق، وخلتني اصمم ان اعمل اغاني من النوع ده اللي هي اصلا مش منتشره. والناس اللي غنوا في الاغاني دي كانوا اكثرهم بعض من الرواد القدامى، بس من الناس الجديدة اللي بدأت الغناء الصوفي واللي أنا اتأثرت بيهم قوي كان سامي يوسف، في برضو بعده في ماهر زين، وهم واخدين الطريقة الحديثة في الأغاني بتاعتهم اللي أنا حاولت إن أنا أمشي وراهم وأقلدهم. أنا كنت بروح للدور الأيتام مع جمعية خيرية عندنا في الجامعة اسمها المتطوعين في العمل أو Volunteers in Action. كنا بنروح نزور الملاجئ وانا باخد العود بتاعي وبعزف لهم الاغاني للاطفال، الحاجات الروحانيه، اسماء الله الحسنى وطلع البدر علينا والحاجات دي. ومن خلال الجمعيه دي هم كانوا بينظموا دايما حفلات علشان يجيبوا فيها الموسيقار المعروف عمر خيرت، وكانت الحفلات دي الفلوس بتاعتها بتروح في الاخر لتجهيز الايتام عشان الجهاز بتاعهم والجواز وكده. انا كان ليا الشرف ان انا اشتركت 5 مرات مع الموسيقار عمر خيرت باغنيه انا المصري اللي هي بتغنيها المطربه لطيفه في فيلم سكوت هنصور، ودي كانت ليها تاثير كبير ان انا طبعا ده شرف كبير ليا ان انا اغني مع موسيقار شهير زي الاستاذ عمر خيرت. وعرفت من خلال الحفلات دي بالموسيقيين اللي معاه، واحد منهم كان هو اللي عمل لي توزيع للألبوم الأولاني بتاعي. إني أرى نور العلي حيالي وأهيم في شوقي إلى المتعالي، أرجو الكريم وصال عبد عاشق حط الرحال لدى الجناب العالي. أنا مذ عرفت الحب طهر مهجتي وتعطرت من نوره أقوالي، وتأدبت نفسي وصامت عن أذى وترفعت عن ناقص الأفعال، وشعرت تحنانا يفيض من السماء. أحبك حبين حب الهوى، أحبك حبين حب الهوى، وحبا لأنك أهل لها، وحبا
كان المنشدون المصريون يؤدون الموشحات بمساعدة مجموعة من ذوي الأصوات الجميلة يطلق عليها لقب البطانة. فالموشح الديني عبارة عن حوار وتبادل إنشادي بين المغني وبطانته. ومن رواد التلحين لهذا اللون الغنائي الموشح الديني زكريا أحمد، الذي جاءت ألحان هذا الفذ قريبة من الابتهال الديني. وكامل الخلعي الذي التزم في تلحينه للموشح الديني بوضعه على إحدى ضروب الموشحات الغنائية العاطفية. على الرغم من التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم الآن والزج بالإنسان لكل ما هو مادي حتى يلحق بركب الحياة، إلا أن الموسيقى والغناء الصوفي ما زال له جمهور خاص يبحث في أغانيه عن صفاء الروح وأسمى المعاني التي تعبر حدود الزمان والمكان. في ذا ولا ذاك لي فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا ولكن لك الحمد في ذا هو الغناء الصوفي زمان كان فيه معروفين قوي النقشبندي ومحمد عمران والناس اللي بتطلع في إذاعة القرآن الكريم عامة بيغنوا من غير موسيقى خالص. بعد كده المغنيين الرواد زي أم كلثوم بدأوا يدخلوا الآلات الموسيقية في الأغاني الدينية والصوفية بتاعتهم. بتبقى غالبا الآلات التقليدية للتخت الشرقي، بيبقى قانون، ناي، عود والدفوف والكمانجات. فدي الطريقة بتاعت زمان. دلوقتي بقى احنا في العصر الحديث بدأنا نستعمل آلات موسيقية حديثة وبنسجل في الاستوديوهات الحديثة. فالأغاني دي بدأت انها تتوزع بقى مش زي زمان بيبقى دايما في فيلم مثلا الأغنية بتظهر من خلال الفيلم ده. الوضع دلوقتي هو ان بقى الفيديو كليب هو المسيطر، والفيديو كليب ده في شركات انتاج هي اللي بتصرف عليه او ممكن يكون انتاج شخصي. الانتاج الخاص ليا بدات اعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك واليوتيوب، وبدات اعمل اعلانات علشان اوصل الاغاني بتاعتي دي لاكبر قدر من الناس. فبالفعل الحمد لله اغنيه نحن في رحابك الفيديو كليب الرئيسي اللي انا عاملاه جاب 500,000 مشاهده على الفيسبوك. وده طبعا ده كويس بالنسبه للون ده، لان اللون ده اصلا مش جماهيري زي الالوان العاطفيه العاديه. ومن هنا بدات انا بقى اعمل فيديوهات كمان لاغاني تانية، اجيب خلفيات مناظر طبيعيه، بحر، سماء، يعني كده. وعندي انا حصيله من الاغاني في الاتجاه ده. الجمهور من خلال اليوتيوب بعرف مين الجمهور اللي بيحب حاجتي اكتر، فهم اكتر هم السن اللي هم لحد ال 35-40 سنه كده. تلاقي السن ده هو تقريبا اللي بيحب الاغاني بتاعتي. دور الاسره ليا هو دور رئيسي جدا. أنا من وأنا عندي 8 سنين أو يمكن أصغر من كده العائلة الوالد والوالدة اكتشفوا فيا حبي للغناء وجابوا لي مدرسين للبيانو، وكانت جدتي بتعزف بيانو وادتني البيانو بتاعها هدية. ثم بدأت أروح معاهد موسيقية، وكان والدي برضو غاوي شوية غناء وعزف، وماما كانت مستمعة جيدة جدا وكانت سند كبير جدا ليا. فكملت انا في الدراسات بتاعتي دي لغايه لما خدت دراسه الهندسه، وبعد كده قررت ان ارجع تاني للكليه وابتدي ادرس موسيقى ودرست العود برضو على كبر يعتبر. يعني كنت يمكن عندي 30 سنه وقتها ما بدات العود، وكان من احسن القرارات اللي خدتها لانها اضاف لي كتير قوي ان انا اقدر اعزف واغني في نفس الوقت.
وكنت اتعلمت من خلال الاغاني القديمه ان انا ازاي ممكن اجرب الحن انا لنفسي. ففي كتير من اغانيه او يمكن تلتهم الحاني انا، الحان شخصيه لنفسي. القلب يعشق كل جميل، ويا ما شفتي ويا ما شفتي جمال يا عين. واللي صدق بالحب قليل قليل، وانت مدوم يوم ولا يومين ولا يومين، واللي هويته اليوم دايم وصاله دوم، واللي هويته اليوم دايم وصاله دوم. عاتب اللي يتوب ولا في طبعه اللوم، واحد ما فيش غيره على الوجود نوره. تعاني لبيته وحد باب بيته، وما تجلى لي وما تجلى لي وما تجلى لي بالدمع نجيته، بالدمع نجيته. أنا من خلال فريق كورال الجامعة اتعرفت على التراث الموسيقي بتاع الرواد، وكمان حاجات قبل كده زي الأدوار وحاجات لسيد درويش، حاجات قديمة من أوائل القرن العشرين. ده كله أضاف لي حصيلة كبيرة من الأغاني ومن القدرة على إتقان المقامات الموسيقية الشرقية المعروفة زي البياتي والرست وغيرها. وبدأت أغني الأغاني بتاعت أم كلثوم بالذات، تخصصت فيها في الآخر. وأغاني بتاعتها بدأت أغنيها لربنا بعد لما بدأت أدخل في السكة الروحانية بتاعتي. أنا أتمنى أن اللون ده ينتشر أكتر، والسبل هتبقى هي ان الاعلام يبتدي يسلط الضوء على اللون ده، لان غالبا في ناس متعطشه ليه بس ما يعرفوهوش. احتمال يعني انا مش متاكده قوي، بس انا على المستوى الشخصي وانا صغيره كنت متعطشه جدا للون ده وبدور عليه، ولما لقيت حاجه ام كلثوم وفيلم رابعه العدويه ورباعيات الخيام والحاجات دي كنت سعيده جدا ان انا اكتشفتهم يعني. وبعد كده انا اتجهت بقى ان انا ابقى انا اللي بضيف للاغاني دي، بان انا بقى انتج حاجات جديده خاصه بيا، عشان الموهوب موسيقيا يستحسن يبتدي من سن الصغيره، يبتدي يدرس آلة او آلتين. البيانو والعود اللي انا درستهم حاسه ان هم آلتين رئيسيتين في الموضوع ده. البيانو بيساعد قوي في الهارموني اللي هو داخل كتير في الاغاني الحديثه، وفي العود بيساعد قوي على المقامات الشرقيه. بعد كده هو لازم يدور على صوت قلبه ويعبر عنه، ويكون عايز يعرف هو ايه دوره في الحياه، وايه التواصل مع ربنا ازاي ده ممكن يأثر في حياه الانسان. يبتدي يعبر بقى عن نفسه، عن مشاعره. انا عايزه سلام، أنا عايزة الحب شراع للكل، مش عايزة ظلام، أنا عايزة النور عالدنيا يهل، عايزة الإنسان مبسوط فرحان، يلا يا إنسان ما تحب الكل. أنا زي طيور بتشوف النور، مش عايزة شرور، ده الحب الحل، الحب حياة. لو عشنا بالخير للغير بالله الحل، عايزة الإنسان مبسوط
فرحان، يلا يا إنسان ما تحب الكل. بحلم أحلام للناس بالفرح، لا أنا عايزة خصام ولا ويل ولا جرح، عايزة أفرح ودي أحلى حياة، واللي أنا حاسة ده هو الحل. عايزة الإنسان مبسوط فرحان، يلا يا إنسان ما تحب الكل. ببعت سلامات للناس بالحب، والفرصة نجت يحضن كل قلب، ونعيش في سلام نمشي لقدام، عايزة الأيام بالفرح تهل. عايزة الإنسان مبسوط فرحان، يلا يا إنسان ما تحب الكل. أنا عايزة سلام. أنا عايزة أتكلم عن المشاعر الإيمانية اللي أنا حسيت بيها واللي أنا بحاول أعبر عنها من خلال الأغاني بتاعتي. المشاعر دي جت لما أنا مثلا كنت بقرأ القرآن كل يوم، لو ما قريتش كام يوم ألاقي نفسي مخنوقة وقلبي مقبوض. لما بدي صدقة مثلا زي الآية ما بتقول خذوا منهم الصدقة تطهرهم بها وتزكيهم، الاقي احس بنوع من زي ما يكون في حاجة كانت كابسة على نفسي كده واتشالت. ده غير طبعا المشاعر الجميلة جدا اللي لما برجع من دار أيتام والاقي نفسي مرفرفة، أذكر الله، أحس المكان زي ما يكون كده فيه نور وفيه بركة. كل المشاعر دي هي اللي خلتني ابتدي اعبر عنها من خلال الاغاني بتاعتي. انا رسالتي للناس هي ان هم يحاولوا يدوروا على ايمان يبشر القلب. يعني الم يئن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله. يعني هو ربنا اللي بيقول ان الخشوع الايمان حاجه، انك تخشع في الايمان معناه ان القلب بدا يبقى يشتغل وبدات تحس. افلا يسمعون، حتى في القران بتتقال. السمع ده يعني نوع من انواع المشاعر، اللي هو الإنسان يبتدي يشوف النور في الحاجات اللي حواليه، يشوف الحكمة والخير في أوامر ربنا والشر في نواهيه. دي طبعا منزلة كبيرة في رأيي أنا. بدأت أنا في أول السكة، يمكن مش عارفة، بس أنا حاسة أن أنا وصلت لمرحلة معينة أن أنا عندي مشاعر، والمشاعر دي أنا نفسي إن الناس كلها تقدر إنها توصل لها، لأن دي مشاعر جميلة جدا وحياة مختلفة، قلبية إيمانية روحانية عالية. من جوا قلبي عرفت ربي، عرفت ربي، وكنت بسأل هو فين، ونقعد يقبل يخلق لي دنيا بالحب أجمل، وأقول له حبك أحلى الأماني، وقربي منك ده شكل تاني.